تعالوا نشوف رد فعل بقى في الإعلام المصري على الموضوع ده ونرجع لكم. تقول لي حلايب ومصر ما احتلناه أرضي، تقول لي احتلال، ده أرضنا، ده احنا اديناها لك في يوم من الأيام وزير داخلية، ده قرار إداري مش قرار إنه حق التنازل، يعني مالكش بتنازل، لا رئيس يملك ولا وزير داخلية يملك ولا حد، ده هو قال لك بس لو سمحت انتوا هنا المنطقة زي بعض وقرايب وأهل وقبائل وكده، فخلاص تجولوا في المنطقة ديت، يعني كان بيديك تتنفس هناك، تروح تاخد الأكل من هناك وترجع، ده كان الهدف، يعني تروح تاخد المية من هناك والحاجات من هناك وترجع تاني، ما قالكش خد الأرض ديت، لأنه لا يملك لا هو ولا حد يملك، دي أرض مصر. أنت النهاردة بتستقل إنك جات لك تركيا، أنت تركيا بالسلامة يا سيدي، أنت فاكرنا زعلان؟ ما تروح لأي دولة، ليك حق انك تعمل علاقات مع اي، ومصر عمرها لا دخلت في علاقات الدول ولا اتكلمت على علاقات الدول، انت وشأنك اعمل اللي انت عايزه. يعني البني آدم ده بقى مكتوب علينا، شيء مقزز، شيء حقير، شيء منحط، مش عارف الراجل ده من انهي ملة ومن انهي جنس. ما علينا. شفتوا القذارة؟ عموما انا مش هكلمكم عن القذارة، كلنا عارفين هذا الرجل وانحطاطه وقذارته. خلينا نتكلم عن الغباء. في ازمة بين مصر والسودان يا غبي، وجزء كبير منها هو تعامل الاعلام المصري مع السودان والكلام اللي بيتقال عليها، ومن ضمنهم انت اللي مودي الدنيا في داهية. جزء كبير من تدهور العلاقات بين مصر والسودان هو انت وامثالك من الاعلاميين. بالمناسبة فيديو هذا الرجل المنحط ده احنا جايبينه من قناة سودانية. تعالوا نشوف بقى رد الاعلام السوداني على كلام هذا الوضيع. ملك الوقاحة وقلة الأدب والإساءة. نشوف يعني نعتذر للسادة المشاهدين عن كل ما سيسمعوه، لكن مضطرين عشان نوري مستوى الانحدار بتاع الخطاب في الإعلام المصري وصل لهذا المستوى. عشان تشوفوا مصر الليلة وصلت لهذا المستوى. ده واحد من النماذج بتاعت الناس اللي بيصنعوا الإعلام الرأي العام في مصر. ده كل يوم بيطلع على الشعب المصري ويدوهم ساعة ولا ساعتين يحدثهم. انا افتكر هو عنده مشكله، لا عارف، هو بيتكلم عن تاريخ وجغرافيا، للاسف لا عارف تاريخ لا عارف جغرافيا. انه الدوله السودانيه اللي عملتها مصر، وهذا امر مضحك حقيقه. ويتكلم انه مصر عمرت السودان، بالعكس مصر دمرت السودان. يعني عندما تم بناء السد العالي تم تدمير حلفا وتم اغراق المنطقه واثارها، وليس حلفا فقط، وان هناك اكثر من مئات القرى على امتداد النيل. انا اقول لك بالارقام. عشان يقوم السد العالي ما في داعي اقول اسمه، السودان ده رحل اكثر من 50,000 من السودانيين النوبيين. شفتوا الموضوع وصل لايه؟ العلاقات المصرية السودانية في تدهور مستمر من سنين، ومفيش في مصر عاقل فكر يصلحها. بالعكس، المسؤولين بإعلامهم المطبلاتي الغبي هم والنظام بيتعاملوا مع الإخوة السودانيين بتعالي شديد جدا. ليه؟ طب ده رد الإعلام. خلونا نشوف رد وزير خارجية السودان بقى اللي ما سكتش على تجاوزات الإعلام السيساوي. رد بس بأدب زي ما تعودنا من أشقائنا وأهلنا في السودان، لأن الشعب السوداني والشعب المصري شعب واحد، والسودانيين دول احنا بنعتبرهم وأهلنا في النوبة من أطيب وأطهر القلوب. تعالوا نشوف رد وزير الخارجية السوداني ونرجع لكم. تابعنا بكل أسف ردود أفعال بعضا من الإعلام المصري، ولا أقول كله، واستغربنا جدا بمثل هذه الردود، لكننا لا نأخذ كل الشعب المصري بجريرة بعضه. واضح أن هنالك من لا يفهم كيف تدار العلاقات بين الدول،
وأنا متأكد بأن الذين أثاروا هذه الأمور لو لم تكن الزيارة ناجحة جدا ومهمة جدا لما أثاروا تلك النقاط. بالتالي فليمت بغيظه من يمت، وليفرح بسعدنا وفرحنا من يفرح. شفتوا الأدب والاحترام؟ الراجل لم يخرج من فمه إلا كلام مهذب ومحترم، وبيقول بعض كمان الإعلام المصري الذي لا يفهم العلاقات ما بين الدول. طب هو الإعلام الشوية اللي بيتكلموا دول يا أحمد بيتكلم من نفسه؟ للأسف والله مش عارفين نقول إيه لأهلنا في السودان، مش عارفين هنقول لهم إيه. حقكم علينا، مش بإيدينا والله. اللي بيحكمونا شوية جنرالات جهلة ما عندهمش أي نوع من أنواع الضمير.